خطة التطوير الخاصة ببنك الدم بدأت في 2015، بدأنا في 2016 اللي احنا عملنا على تجديد الواجهات الخارجية لبنك الدم. بدأنا في 2017 كانت خطة تهدف لتحديث البنية التحتية، والخطة ديت قدرنا اللي احنا نزودها. احنا عاملين تغيير شامل في المعامل بالإضافة لزيادة وتحسين الأجهزة الخاصة ببنك الدم. أهم حاجة في جودة العمل ببنك الدم هو سلامة وأمان الدم، فكان أول اهتمام اللي احنا نحول التحاليل الفيروسية لتحاليل فيروسية أوتوماتيكية. الحاجة التانية استخدام نظام الباركود، نقدر من خلاله نتابع كيس الدم من أول التبرع لغاية ما يتنقل للمريض في جميع المراحل. كنا بنجمع في 2014 24,000 قربة، ووصلنا في 2015 ل 26,000 قربة. السنة دي إن شاء الله هننهيها على الأقل ب 45 ل 50,000 قربة. فبالتالي أنا ممكن بكيس دم واحد أنقذ حياة 3 مرضى، وأحيانا ممكن بعض الجهات بتفصل وحدة صفائح دموية، وحدة الصفائح الدموية برضو ممكن تنقذ مريض رابع. في انتظاركم في بنك الدم المركزي لجمعية الهلال الأحمر المصري، 29 شارع الجلاء أمام اسم الأزبكية، رمسيس القاهرة. تبرعوا بدمائكم لتنقذوا حياة المصريين.